مصطفى زعلان ليه بس؟ والله يا محمد، التجار دول يا اخي في الازمات بتبان فعلا التاجر اللي هو الكويس او التاجر اللي مش كويس. تشتغل مع التجار مثلا طول السنه وفي عز ما كان يبقى ملاقيش زبون، وتدعك معاه في الشغل وتيجي تحصل ازمه ولا تحصل زيادات كده، بيعاملك اكنك انت مش بني ادم، اكن مفيش بينك وبينه شغل، اكنك مفيش بينه وبينك تعامل ولا عشره. ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال الدين معامله. دول يا جماعه ولا فيهم ولا دين ولا معامله ولا اي حاجه، تحس ان الواحد منهم بيعبد الفلوس. يا ابني مش كل حاجه فلوس. بص، القيمه الحقيقيه في ان انت تبقى تاجر كويس في تعاملك مع الناس. في ناس تخش، والله العظيم اقسم بالله انا اعرف تجار لغايه دلوقتي بالكلمه، يعني الكلمه حلوه بالحسنه. عايز تقول له لو عايز، بص المحل كله يقول لك خده بالراحه وبشوش، ودول سبحان الله ربنا جعل في وشه مستغفر الله العظيم الجرف. وبص وخد الحته دي، يقول لك ايه؟ اصل والله اللي عايز الفلوس عشان خاطر انا الشغل بيشد. طب ما يشد الشغل، يعني انت فرحان بشده الشغل يعني، ولا انت عايز الشغل يزيد عشان انت حضرتك تكوش؟ والله ما بينفع. وكوشوا وبص وكنزوا، ربنا موجود. كل واحد بيكوش وبيكنز وبيحتكر سلعه، ربنا هيحاسبه وربنا مش هيسيبه. يلا يا عم اكفي يا عم.